العطار بيبقى الخروب مطحون وناعم، وفي خروب مكسر، وفي خروب سليم. انا دايما انا كخالد بحب افضل ان انا اشتغل بالسليم عشان ابقى ضامن هو مصدره ايه ومعمول ازاي وكل حاجه. فانا بجيب الخروب السليم خالص، والخروب مش محتاج ان انا انقيه. كل اهم حاجه عندي وانا بنقي الخروب بتاعي يبقى لون الخروب فيه لمعه شويه، ويبقى في لو انا كسرته احس فيه زي ماده زيتيه كده من جوه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ما يبقاش خفيف قوي وما يبقاش تقيل، يعني ما يبقاش وزن الخروبه تقيل قوي او خفيف. دي حاجه مهمه جدا. لو كسرت واحده ما لقاش فيها فتحات، ما لقاش فيها زي تسويس او الكلام ده. اول حاجه بعملها بجيب الخروب عندي اهو بكسره. لو قدرت اكسره كويس انا بايدي واشيل منه البذر اللي جوه يفضل. ما قدرتش هكسره عندي طبعا يبقى نضيف، وبعد كده بكسره واحطه عندي هنا في ميه. هحط عليه شويه ميه وهحطه على النار، وهحطه معايا على النار، وهزود عليه الميه بتاعتنا. فين الميه؟ هنجيب ميه وهنحطها على الخروب عندنا يستوي معايا. وهسيبه يبتدي يتسلق معايا. بياخد معايا تقريبا الخروب كده على النار وقت ما يقلش بأي شكل من الأشكال عندي عن حوالي من ساعة لساعة ونص يغلي عندي على النار. يغلي غلو كويس جدا. بعد ما هخلص الغليان بتاعه كويس، مش حاطط عليه أي إضافة خالص، بعد ما يغلي عندي كويس وأتأكد إن هو خلاص غلي تماما واستوى، بعد ما بيستوي باخده اسيبه لتاني يوم في التلاجة. هيديني الخروب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هيبتدي يزيد عندي، ويبتدي لون السيرب او لون الشربات اللي طلع منه لونه اختلف شويه. هنا الخروب عندي ما بيحتاجش سكر كتير، لان هو اصلا خروب مسكر شويه. بعد ما هيغلي عندي يبقى خلاص احنا ده هنسيبه يغلي براحته خالص. وهاخد الخروب اللي موجود عندي اللي انا جهزته، اخده عندي في الخلاط زي ما هو كامل كده. اهم حاجه ان انا بعد ما بطلعه من بعد كده بشيل منه البذر، واتاكد ان انا شلت منه البذر كويس قوي. بعد كده هبتدي اضربه مع بعضه كويس. هيتضرب عندي الخروب. اول ما يتضرب وينعم خالص، اول ما ينعم عندي الخروب ويتضرب ابتدي اصفيه. بعد ما يتضرب عندي هنصفيه دلوقتي مع بعض. زي ما انتم شايفين كده، دي طريقه. احنا طبعا بنختصر مع بعض. خروب احنا حطيناه على النار بيغلي عندي كويس. على ما الخروب عندي يتظبط معايا كويس هبتدي اعمل تاني حاجه عندي. هعمل له شويه كراميل صغيرين، وده عشان اغمق اللون، لان زي ما انتم شايفين اللون هيبتدي يبقى فاتح عندي. باخد تقريبا معلقتين سكر. حطيتهم فين؟ اخد معلقتين سكر عندي، هعملهم كراميل، وهاخد عليهم معلقه ميه واحده. ادي المعلقه بتاعتي، هاخد عليها معلقه ميه واخدها عندي هنا على النار. هيبتدي السكر عندي يبقى كراميل. عندي الكراميل زي ما انتم شايفين خد لون وبدا يغمق معايا اهو. زي ما انتم شايفين مش اللون، مش الدرجه الفاتحه دي، درجه اغمق. مجرد ان هو يبتدي عندي كده بطفيه، يا اما اطفيه بميه يا اما هطفيه برده بخروب. انا كده طفيته زي ما حضراتكم شايفين. الطافيه دي هتخليه معايا هياخد لون معايا اغمق. لو الناس اللي معايا في الاستوديو رغم ان احنا حطينا شويه خروب عليه هتحسوا ان الريحه بتاعته فرقت معايا. اكمل طفيته كده عشان اسيله خالص، عشان ما يحصلش ان هو يديني ما يتكرسش معايا لما اجي انزل بيه. هفضل اقلب فيه كده لحد ما يبتدي يفك معايا خالص كده. هو ما فيهوش اي تسكيره، ما فيهوش اي حاجه. خلص معايا كده. انا حطيت هنا معلقتين سكر، وهضيف ده اهو، ده اللي هيديني اللون. هضيفه عندي على الخروب بتاعي وهيديني طعم حلو ان شاء الله معاه. وهاخده تاني على هنا وركبه كده واديله تقليبه تاني.
الضرب بيخليه يفتح، يبقى فاتح معايا شويه، لكن اول ما يركز عندي هتلاقوه بدأ يغمق معايا، ولونه الكراميليه اللي حضراتكم شايفينه ده هيبتدي ياخد لون اغمق شويه. كل ما يقعد عندي هيديني لون اغمق من اللون ده باذن الله. كده ده اول حاجه عندي اللي هو مشروب الخروب، اتسالنا عليه كتير جدا. وابتدي هصب عندي اللون ده يا جماعه هيبتدي يغمق، كل ما يقعد كل ما اللون بتاعه يغمق شويه، ما يبقاش فاتح، لان نسبه التريمه اللي موجوده دي راجعه للضرب في الخلاط. ده كده الخروب بتاعي زي ما انتم شايفين بيرصب، يعني لو الكاميرا لو انتم مركزين معايا هتلاقوه بيرصب. الحاجات اللي بتقلب دي كلها